هل تصدق ان في حد ممكن يكون بيخاف من الاكل؟ هتقولي ازاي يعني؟ ازاي يعني ممكن حد يخاف من الاكل؟ اه والله زي ما بقولك كده، فتعالى احكي لك. دلوقتي احنا عندنا 2 مرضى، نفس المرض، نفس كل حاجة، بس الفرق بينهم في مكان وجود المرض ده. عندنا عمك رجب وعمك شعبان. تعالى ناخد عمك رجب ونتكلم عنه الاول. هما الاتنين عندهم حاجة اسمها بيبتيك ألسر او قرحة. مكانها فين بقى؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. عمك رجب عنده الألسر موجودة في الجاستريك ألسر، ودي زي ما هي موجودة هنا في الصورة كده. هنا مثلا حرفيا بيترعب من الأكل. عمك رجب لو شاف مكرونة بشاميل ممكن يجيله بانيك أتاك ويترعب. فليه بقى ده بيحصل؟ السر كله في الحرف ده أو ال3 حروف دول HCl، وهو الحمض اللي موجود في المعدة. عمك رجب لما ياكل أي أكل، الأكل ينزل المعدة، يخاف من الأكل. ليه بقى؟ لأنه مجرد ما ياكل بيزيد حمض ال HCl، فمجرد ما ال HCl الحمض القوي ده يجي على مكان متعور يسبب له التهاب ويتوجع بشدة جدا 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 جدا. واكتر حاجة تريح عمك رجب ايه؟ ان هو يرجع الاكل، فبيرجع حاجات من HCl، فيقلل الحموضة بتاع المعدة حبة، وبالتالي يريح القرحة اللي موجودة هنا حبة. ودي حكاية عمك رجب. عشان كده عمك رجب تلاحظ اصلا في الصورة زي ما وريتك ان عمك رجب شاف ضعيف وهزلان ازاي، ضعيف جدا، ومن كتر من قلة الاكل ومن كتر ما بيرجع. طب ايه العلاج؟ هقول لك برضو ان السر موجود هنا، 3 حروف دول ال HCl. ال HCl عبارة في العلاج ان احنا بنقلل ال HCl، بمعنى ان احنا بنديله ادوية بتقلل ال HCl. زي ايه؟ اشهر حاجة هي البروتون بامب انهبيتور، دي اللي عيلة اسمها BPI. ودي اهم الادوية اللي فيها الكونترلوك والنيكسيوم والبنتالوك، كلها باختلاف الشركات وباختلاف الاسعار برضو. واهم حاجة لو موجودة عنده جرثومة المعدة لازم نقضي عنها. انا عارف ان جرثومة المعدة موجودة عند ناس كتيرة جدا بس مش باين اعراض، فطالما بينت اعراض لازم نبدأ نديها بالعلاج. وده بيكون علاج الثلاثي او الرباعي، اظن دلوقتي بقى موجود العلاج الرباعي. بس كده، دي كانت الفكرة، وده كان تطبيق مبدئي كده للفكرة. فلو عجبتكم قولي لي اكمل ولا لا.